انا الاول طبعا كنت بقى يعني ما بعتمدش على نفسي يعتبر يعني. لازم في حد بيسند مثلا، حد بيمشي معايا او كده. الحمد لله دلوقتي بقدر اعتمد على نفسي عادي، بقدر امشي، رجعت اشتغل تاني. أنا اسمي محمد عيادة زايد من شمال سيناء. أنا بشتغل شغل حر حوالي 5 سنين بالظبط. كان في عندي ضعف في نظر في عين اليمين، وعملت قرنية، يعني غيرت قرنية بسبب الاعتماد على العين الشمال أكتر. العين الشمال برضه ضعفت، فعملت عملية بعدها برضه في العين الشمال بعدها بحوالي 5 شهور برضه. عين اليمين تعبتني، يعني واحدة واحدة عيني بدأت تتعبني شوية. تعبت طبعا، حصل فيها مشاكل كده، رحت للدكتور. يعني حصل عندي مضاعفات أكتر. العين جالها ميكروب، ده بالنسبه للعين اليمين. يعني جه ميكروب في العين اليمين، العين يعتبر ابيضت خالص. بعدها بشويه حصل نفس الموضوع في العين الشمال، بس زياده على كده برضو كان في خراج في العين الشمال. مع المتابعه والقطرات والعلاج ما كانش فيه تحسن. بعد كده العين ابيضت خالص برضو، بطلت اشوف بيها برضو. يعني قعدت حوالي شهر تاني ما بشوفش برضه، يعني كان بالعين الاثنين. بعد كده طبعا دكتور هشام قرر ان هو لازم اعمل عمليه. مع الوقت الحمد لله والقطرات والعلاج الحمد لله الحمد لله الحمد لله النظر بدأ يرجع واحده واحده. انا الاول طبعا كنت بقى يعني ما بعتمدش على نفسي يعتبر يعني. لازم في حد بيسند مثلا، حد بيمشي معايا او كده. الحمد لله دلوقتي بقدر اعتمد على نفسي عادي، بقدر امشي، رجعت اشتغل تاني. والحمد لله الحمد لله ده كله بفضل ربنا طبعا والدكتور هشام يعني. لا الحمد لله فرق كبير طبعا. يعني انا الاول واحد ما كنتش بشوف، وبرضه يعني جه وقت برضه يائس يعني. بس الحمد لله طبعا بعد العمليه الوضع اختلف. يعني انا ما كنتش بشوف، ما كانش فيه نظر نهائي ولا بنسبة 1% حتى. بس بعد العملية طبعا الحمد لله رجعت أشوف، يعني على الأقل مثلا نسبة 75 80% يعني. ومع الوقت إن شاء الله بإذن الله يعني النظر يرجع أحسن يعني. يعني المشكله عندنا مع محمد كانت معقده وطويله حبتين، وهي وجود الخراج اللي في عين اليمين اللي سبب حاجه اسمها انتير ستافيلوما، يعني ترقق في الجدار الخارجي للعين وبقت عامله زي العنبه كده للخارج. وحصل له في الشمال برضو خراج في القرنيه، جالنا بيه ان العين دايبه تماما، الجزء الامامي من القرنيه دايب. حاولنا نعالج المساله دي بعلاج دوائي، بس العلاج الدواء ما كانش كفايه لعلاج الخراج والذوبان اللي موجود. اضطرينا ان احنا ندخل عمليات بعدها. عملنا زراعه كامله للقرنيه وصبت العين كمان. عاده زرع قرنيه بنعمله في حجم 7.5 ل 8 مللي، لا احنا هنا زرعنا 12 مللي من الجزء الامامي من العين. احنا زرعنا الجزء الامامي للعين، ما كانتش زرع قرنيه فقط. الحمد لله ربنا ييسر لنا بشده في الفتره بعد العمليه ان الخراج والعدوى اللي موجوده لم يتم رجوعها تاني داخل العين. قرنيه شفافه تماما احنا دلوقتي شايفين. وبعد ما كنا بنيجي زي ما انت بتقول الحمد لله الحمد لله لازم 2 ماسكيننا عشان نعرف نروح ونيجي. دلوقتي بقينا عارفين نتعامل ونزلنا. الحمد لله طبعا الحمد لله طبعا. والله انا سعيد جدا على ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. ربنا اكرمنا في الفرق، نكون سبب في الفرق في الحياه. الحمد لله. لسه احنا على علاج مصابه المناعه شويه عشان نبتدي نشجع في خلال شهر الى شهرين باذن الله نعمل نفس العمليات في عينه الشمال لعينه اليمين، وهي زرع للجزء الامامي ان شاء الله للعين وليس بس زرع في الامام. الحمد لله. الله يسلمك يا دكتور.